شوفوا ما شاء الله كي داير. يعني غير تبعوا الطريقه اللي قلت لكم. وراه غادي ينجح ان شاء الله معكم. وياسل ثقيل ما شاء الله. ان شاء الله تجربوه في المعسلات ديالكم وينجح معكم. السلام عليكم خواتاتي، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. نتمنى يلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال وانتم بصحه جيده يا ربي. اليوم ان شاء الله بغيت نشارك معكم العسل المعتمد عندي اللي كيجي زوين وما عمر حشمني الحمد لله في جميع المعسلات. يلا بسم الله على بركه الله. غننتقلوا للمقادير وطريقه التحضير. اول حاجه عندي هنا واحد جوج حامضات غير صغارين، انا غادي نقطعهم معكم لان بزاف ديال البنات كيقولوا تخصوا لنا المراحل كامله، يعني هذا بلا ما غادي نديرو. غادي نقطعوهم يعني شرائح متوسطه ونحاولوا الا كان شي علفه فيهم ولا شي عظم غادي نحيدوهم بهذه الطريقه. هاد الحامضه فيها غير عظم واحد صافي، نحيد غير هاد الطريبيشه ديالها صافي. غادي نحتفظ بهذا. المهم هذه هي الكميه ديال الحامض اللي عندي، اللي قلت لكم جوج حامضات صغارين يعني ما يكونوش كبار صافي. عندي هنايا واحد طنجره ضغط. وبالنسبه للكميه ديال العسل اللي غادي نحضر اليوم معكم هي 4 كيلو ديال السكر. انا غادي ندير هذا السكر المورسو اللي غادي ندير يعني 4 كيلو كما قلت لكم. صافي من بعد ما درت السكر ديالي في هاد الطنجره ديال الضغط. المهم يعني راكم عارفين القاعده، 2 كيلو ديال السكر او سنيده كنديروا معاها اطرو ديال الماء. انا غادي نفرغ لترو الاول ديال الماء بهذه الطريقه يعني كامل، باش حاولوا توزعوه على السكر كامل باش كله يهبط، لان اصلا هذا المرصو دغيا كيذوب يعني ماشي بحال قالب السكر. انا غادي نزيد لترو الثاني. انا غادي نزيد دابا لترو الثاني كما قلت لكم. هانتوما كتشوفوا يعني الشي كيهبط كله داب صافي. ودابا ان شاء الله غادي نخلطو. صافي كما كتشوفوا البنات يعني السكر ديالي راه داب. وكما قلت لكم هذا المرسو يعني راه ما كتلقاوش معاه شي صعوبه ولا شي حاجه، يعني دغيا كيذوب. يعني حسن من السنيده وحسن حتى من القلب اكثريه الا كان بقى قديم عند مول الحانوت يعني ما كيبغيش كاع يذوب في خطره. واخا كتكبوه على السكر كتبقاو كتقاتلوا معاه ولا كتهرسوه. صافي دابا غادي نزيد ديك 2 حامضات اللي ذكرت لكم في الاول في المقادير صافي. وغادي ندير العسل ديالي فوق البوطه وانتم معايا باش غادي تشوفوا ان شاء الله يعني جميع المراحل باش يصدق لكم. دابا انا درت الطنجره ديالي فوق البوطه. انا غادي نشعل عليها وخليو في الاول شويه العافيه مجهده
غير بدا تغلي غادي نقصو عليها ان شاء الله. المهم يديكم ما تهداش من التحراك، يعني في هذه المرحله هذه في الاول يعني حاولوا بدا تحركوا. يعني السكر راه كينزل تحت في القاع ديال الطنجره، ضروري تبقاو تحركوا مزيان هكا. حتى يذوب ديك السكر كامل ويبان لينا بان الماء غير الماء اللي كيبان يعني صافي. يعني يديكم ما تحيدوهاش على الطنجره نهائيا. وبالنسبه للعسل يعني الطياب ديالها يعني نتوما شنو كتفضلوا؟ يعني الا بغيتو تسدوا عليها في الكوكو تسدوا عليها، ولا بغيتو تخليوها طيب على نار مهيله يعني حتى هي مزيانه، يعني بجوج بهم مزيانين. انا هاد العسل ديالي راه ما غادي نسمو حتى بشي حاجه، يعني ما غادي ندير فيه لا قرفه لا والو. يعني فاش كتكونوا محتاجين المعسلات يعني من الاحسن بلا ما تنسموه بوالو، يعني باش ديك المعسله كتبقى حتى هي في المذاق ديالها. يعني العسل ما كيخسرهاش الا كثر الا درتو فيه القرفه، يعني بزاف كيعمروه بالقرفه. غير كديروا الشباكيه او شي معسله وحده اخرى يعني كلشي كيمشي له المذاق. صافي البنات، شوفوا يعني شنو كنت قلت لكم، يعني حتى كيولي الماء صافي، يعني كيبان لكم القاع ديال الطنجره كيبان لكم يعني العسل. دابا غادي نخليه ان شاء الله حتى يغلي وغادي نتلاقى معكم باش تشوفوا الطريقه وبالنسبه شحال المده ديال الطهي. صافي البنات، هذا هو العسل ديالي دابا راه هو كيطبخ كما كتشوفوا صافي. ولا بغيتو العسل ديالكم يعني يصدق لكم خليوه السكر كما قلت لكم في البدايه ديال الفيديو، يعني خليوه السكر حتى يذوب باش العسل ديالكم ينجح معكم وما يتسكرش، لان يعني بزاف ديال الناس ما كينجح ليهمش العسل. المهم دابا انا غادي نسد عليه من بعد ما خليته يذوب مزيان، يعني عطيته وقته. دابا غادي نسد عليه لمده 45 دقيقه وان شاء الله نتلاقاو باش نشوفوا العسل ديالنا كي غادي تكون. صافي دابا انا راه سديت على الكوكوط ديالي وغادي تتصفر ليا الصفاره، عاد غادي نحسب 45 دقيقه. وبالنسبه للنار انا راه غادي نقص عليها، ما تخليوهاش مجهده، النار تكون يعني متوسطه. يعني بهذا الشكل، ما تخليوش العافيه مجهده بزاف باش ما يتحرق لكمش، يعني غادي تحرق وما غاديش يطيب. صافي هذا هو القياس. صافي بعد دابا ما تصفرات ليا الكوكو، دابا اللي غادي نحسبو 45 دقيقه كما قلت لكم صافي، وغادي نكتبو عليه. صافي البنات، من بعد ما دازت 45 دقيقه انا غادي نشوف العسل ديالي ان شاء الله. ايوا تبارك الله. وباش تعرفوا العسل ديالكم طيبه، يعني هذا الحامض كيولي كله مارو كما كتشوفوا. صافي دابا ان شاء الله غادي ندوزو للمرحله الثانيه. صافي البنات، دابا انا غادي نحيد ديك الحامض كما قلت لكم. كما قلت لكم يعني كيولي معسل وكيتبدل اللون ديالو كيولي مارو. انا غادي نحيدو كامل.
والعسل راه سخونه، يعني هو كيبان لكم بان الحامض راه كيتهز ماشي كتلصق فيه العسل. صافي نحيدو كامل نصفيه. صافي البنات غادي ناخذ المعلقه وغادي نغطسها في العسل حتى تسخن مزيان، عاد باش غادي نهز الكليكوز، يعني اي كليكوز عندكم اي ماركه ماشي مشكل. صافي غير باش يتهز ليا الكليكوز ما يلصقليش المعلقه. غادي نهز المعلقه الاولى، غادي ندير 4 ديال المعالق في هذه الكميه هذه. وإلا كنتو غادي ديروا 2 كيلو ديال سنيده او السكر غادي ديروا غير 2 معلقات ديال الكليكوز اللي غادي ديروا. صافي هذه المعلقه الثالثه وهذه الرابعه. صافي غادي نخلطو مزيان حتى يذوب ليا ديك الكليكوز، يعني ما تردوه لا للنار لا والو. وبالنسبه للطياب راه عطيت لكم كلشي 45 دقيقه نيشان مضبوطه، ما زايده عليها حتى ثانيه. صافي انا غادي نذوب مزيان هاد الكليكوز ديالي العسل، غنخلطوه مزيان البنات. انا غادي نجيب شي ملعقه ديال الخشب حسن، انا غنخلط كما قلت لكم معلقه ديال الخشب غير باش يتخلط ليا مزيان. صافي وهذا العسل هو اللي عندي معتمد لسنين هذه، والحمد لله عمر حشني مع كرياني، يعني كتبقى ليهم الشباكيه مده وكتبقى هكاك معسله تبارك الله وقابط العسل فيها. المهم انا راه ذوبت دابا ديك الكليكوز كامل، وغادي نخلي العسل ديالي حتى الغدا ان شاء الله في الصباح، وغادي نوريه لكم باش تشوفوا كيفاش جاي ان شاء الله بحول الله. هذا هو العسل البنات من بعد ما طيبته وخليته برد ليله كامله. كما كتشوفوا كيجي زوين بزاف وكيجي خيط واحد باش تعرفوا العسل ديالكم ناجح 100%. هانتوما كتشوفوا يعني هابط خيط واحد ما كيتقطعش نهائيا، شوفوا ما شاء الله. وبالنسبه انا هذا العسل راكم يعني شفتوا في الفيديو بان درت فيه الجليكوز ومشى ليا المقطع فاش درت لاغوم ديال العسل. هو هذا كيعطيه واحد المذاق زوين بزاف. اللي داق الشباكيه عندكم كيتحط لهم بان راه درتو فيها يعني العسل الحره، وهي ماشي العسل الحره غير لاغوم ديالها. شوفوا ما شاء الله كتجي ثقيله هاد العسل، يعني ماشي ثقيله بزاف، يعني ثقيله باش كتقبط لكم في المعسلات ديالكم، وكتجيكم الشباكيه مشربه العسل وكتبقى مده طويله ما شاء الله. هاد العسل كتبقى ليا حتى العامين ونهائيا ما كتسكرش، كتبقى هكا بهذا اللون ديالها وبهذا الشكل ديالها هكا كتبقى. وكنتمنى تنال الاعجاب ديالكم، وما تنساوش الاشتراك مع تفعيل الجرس باش يوصلكم كل ما هو جديد القناه ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.